نسور قاسيون طاروا من دمشق إلى دبي وتوصلوا بالسلامة. هيكتور كوبر كان نايم في الأرجنتين ومو هامه على المنتخب والحضري للسياحة من دولة لدولة، موعد التحاق العقيد ببحث المنتخب السوري. كل تفاصيل راح أحكي لكم إياها بهذا الفيديو بالتفصيل والشرح، ولكن بعد الفاصل القصير فأبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة عالم السبورت في فيديو جديد وحلقة جديدة. ولكن قبل ما نشاهد الفيديو فضلا وليس أمرا، فضلا وليس أمرا يا أخواني، لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة. اللايك كتير مهم، لايك بدعمنا، لايك بشجعنا، لايك بحفظنا. طبعا شفنا بالأمس نسور قاسيون راحوا إلى دبي للمعسكر قبل مباراة منتخبنا السوري ضد منتخب كوريا الشمالية، مباراة تعتبر مباراة مصيرية للنسور قاسيون. فبتوصلوا بالسلامة يا فرحة جماهير السوريين وقلوب الملايين السوريين عم تدعي لكم. ما في سوري ما عم يدعي لكم بخير والسلامة، وتشدون حالكم وتفوزون بهاي المباراة ونتأهل إلى الدور الثالث من المرحلة الأخيرة. طبعا بالأمس شفنا أستاذ لطفي البريس كان منزل مقطع فيديو أنه ببحث المنتخب السوري في دمشق قبل السفر. شفنا أجواء كثير حلوة، لاعبين مبسوطين، لاعبين فرحانين، والعجوز كان معصب وفرحان. ما بتعرفوه، ما بنعرف. طبعا هيكتور كوبر معصب وفرحان وكأنه بده يعمل شيء مفاجأة. كان كل موجود باستثناء عدد من اللاعبين المغتربين الوافدين جدد، وهن اللاعبين المغتربين راح يطلعون من دولهم مباشرة إلى الإمارات. فإن شاء الله هن كمان بيوصلوا بخير والسلامة يا رب يا رب يا رب. تفرحنا. طبعا قبل أسابيع أو شهور في ناس كانت عم بتقول كوبر نايم بأرجنتين ومو همه المنتخب ولا عم يجي على سوريا، كل همه بياخذ معاشه ومنتخب بيصطفل، بيخسر بيفوز ما عنده مشكله. كوبر كان دائما متواجد بسوريا، حتى وقت كان بيكون موجود بالارجنتين كان عم يتواصل مع الاتحاد السوري بخصوص المنتخب وبخصوص اللاعبين. بفضل هيكتور كوبر عم نشوف عدد كبير من المغتربين لسه اعمارهم 18 عاما، 25 عام، 28 عام، ومغتربين ولاعبين على مستوى العالي، على مستوى العالي. يعني هن صار بيتمنوا يمثلوا المنتخب السوري، عكس قبل كنا بنترجى من بوس ايادي لك بس تعالوا بيكون عم بيلعب بالدرجه التاسعه عم نجيبه بالزور وبنفرح بنعمل عرس وبندبك وبنهز كتاف وحركات. ليش؟ جبنا مغترب من الدرجه السابعه. بس هلا هن عم يتمنوا بيلعب مع المنتخب السوري، كله بفضل الله سبحانه وتعالى وهيكتور كوبر والاتحاد السوري الاعضاء الشرفاء، وان شاء الله بالتوفيق لهم لمنتخبنا السوري. طبعا كلام اللي حكيته انه كوبر كان نايم بارجنتين مو انا عم بحكي، كثير ناس صارت تحكي، مو انا، بس انا عم بوضح لكم الصوره انه كوبر ما كان بارجنتين ولا شيء الا فتره اجازته. يعني كل مدرب عنده اجازه، يعني مدرب بيعطي اجازه للاعبين، مدرب هو بياخذ اجازه. هذا مقصد الكلام. مو بتقولوا انه انت عم تقول كوبر كان نايم، لا مو انا عم بقول. وبتعرفوا مين كان عم يقول، تعرفوهم كثير منيح، ولازم يعني بنحط حد للموضوع. هذول اشخاص ما بيحبوا المنتخب، عيب عليهم، مع الاسف يعني عيب عليهم. عندهم جماهير عم يتابعوهم وهن بالاساس ما بيحبوا المنتخب، ما بيحبوا مصلحه المنتخب. ليش عم يتابعون؟ ما بعرف. يعني عم يتابعون لانه ما بيحبوا المنتخب؟ لا، هذا اكبر شيء غلط. المنتخب قد ما بتحكي ما راح تاثر على المنتخب. المنتخب هو ثابت، والجمهور اللي بيحب المنتخب ثابتين مع المنتخب. وايضا عقيل ان شاء الله اليوم بيكون متواجد بالامارات بمعسكر منتخبنا السوري، عقيد مع الشباب الحاره، راح يسلمون على بعضهم، يناقشون امور المنتخب مع هيكتور كوبر. ستيفان جليل هو كمان وصل بالامس، الحمد لله على سلامته. ما ضل غير ميلانا امور وتوبياس، كم لاعب يعني. فامور بخير، اجواء ايجابيه،
منتخب بأيادي أمينة، منتخب بأيادي مدرب بيعرف شو هي كرة القدم. حتى استاذ في بريس سأله قال يا كوبر يا عنيد، قال أنا مو عنيد. العنيد بيعرف حاله عنيد وما بيعترف بغلطه، بس أنا وقت بعمل شيء غلط بعترف بغلطي وبصحح غلطي. هذا هو هيكتور كوبر اللي مو عاجبكم. وفي خبر آخر، عصام الحضري للسياحة من دولة إلى دولة، من طيارة إلى طيارة، من مطار إلى مطار. والحكي ينحكى عن عصام الحضري كمان مو من عندي، الناس هي اللي صارت تحكي انه عصام الحضري شغلته بس بيسافر وبيعمل السياحة وبيروح على العراق بياكل باتشا وتبسي وتمن ومرق. حكي صار. نحن لازم نعرف قيمة الأشخاص اللي بيحكوا عن اللاعبين. عصام الحضري عنده شغل، عنده دورة تعليمية وتدريبية لحراس المرمى، هذا شيء من حقه يعني. ما فين نحاسبه، ما فين ندخل بحياته الخصوصية يعني. وقت فترته مع منتخب الرجال أول واحد بيسافر بيكون متواجد. يعني شو بده يجي يعمل لك بسوريا مثلا؟ شو بده يجي يعمل يعني؟ الله أكبر عليك. عقول ناس، عقول أقسم بالله عقول كثير تعبانة، عقول معفنة، عقول معفنة، بس بدهم نكشة صغيرة على منتخب، على مدرب الحراس، حتى بس بيحكي عليهم وبينتقدهم. ليش ما بعرف؟ بدي حدا يجاوبني شو سبب الحكي هذا. بتعرفوا ان عصام الحضري هو وستيفان الجليل اول اشخاص من المنتخب السوري وصلوا الى دبي؟ بتعرفوا ولا ما بتعرفوا؟ وهلا يمكن قاعدين مع بعضهم، ويمكن عصام الحضري ماخذه على الملعب وعم يشوط عليه شوطات، عم يدربه. حبيبي الغريب احسن منا 100 مره. نحن ما بنحب البعض، بس الغريب بحب المنتخب. عم بيحلل راتبه، بده يستلم راتبه بالحلال. نحن من يومنا الاداريين والمدرب الحراس والمدرب المحلي عم بياخذوا رواتبهم بالحرام، بس بدي اخذ راتبه والمنتخب يصطفل. هذا هو الشغل الصح. بس نحن ما بنحب الصح، بنحب الغلط، بنشجع الغلط وبننتقد الصح. ما بعرف ايمت بده تحرك عنا المشاعر الوطني، مشاعر المنتخب، حتى بنحس بالمنتخب. منتخب مو لك ولا الحضري ولا الكبر. خلاص الحكي منتخب للكل. بتحكي ما بتحكي بكيفك، ما حدا همه رايك. والمباراه ستقام بموعدها وتوقيتها بتاريخ 6/6 عام 2024 بالتمام الساعه 4 عصرا. هاي موعد المباراه وتوقيت المباراه، وان شاء الله قبل المباراه بيومين ثلاثه راح نحكي عن التوقيت الكامل وعن تفاصيل وعن تشكيله متوقعه بنسبه كبيره، وايضا بخصوص نقل المباراه راح تشوفون المباراه عندي على هاي القناه، على قناه عالم سبورت. راح نعمل بث مباشر للمباراه بجوده عاليه، صوت واضح، صوره واضحه، بس احتمال التعليق بيكون اجنبي. واذا بدكم انا بعرفكم عن المباراه، بس ما بعرف ولا اسم لاعب الكوري غير سونغ مين هون، كلهم يجي. فبالتوفيق لمنتخبنا، خليكم مع منتخب، ادعموا من السوق قاسيون. ما تنسانا من اللايك والاشتراك، الله يجبر بخاطركم. باقي لنا 20 مشترك من نوصل على 12000. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.